الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته بشأن الدجال، أعاذنا الله وإياكم من فتنته، وأن فتنته فتنة عظيمة، فهو أعظم فتنة منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة، ففتنته عظيمة وشره كبير وخطير. ولذلك شرع الله جل وعلا الاستعاذة بالله تعالى من فتنته دبر كل صلاة مكتوبة قبل التسليم. يقول مسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفهم الصحابة رضي الله عنهم خطورة هذا الشرير وخطورة فتنته، وعنوا بهذا الدعاء، حتى أن طاووسا من التابعين رحمه الله رأى ولده يصلي فكأنه استعجل في التشهد، في التسليم بعد التشهد، قال: تعوذت بالله من 4: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. قال: لا. قال: فأعد صلاتك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة أو فواتح 10 آيات من سورة الكهف أو من آخرها من أسباب العصمة من الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلا يأته، ومن حضره فلينأ عنه. إذا سمع أنه حضر فلينأ عنه، ليهرب عنه. قال: إن الناس يهربون إلى الجبال من الدجال. فهو فتنة عظيمة حذرت منها الأمم على التوالي، من أول أمة وهي أمة نوح عليه السلام حذر أمته منها، من فتنة الدجال. وهكذا كل رسول ونبي من بعده حذر أمته الدجال. والرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وأمته آخر الأمم، فهو خارج فيها لا محالة، يعني قبل يوم القيامة. ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره والتحذير من فتنته، حتى تخيل بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه بأطراف المدينة، بأطراف نخيل المدينة، من كثرة ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر منه. فخيل لهم أنه في أطراف النخل. ثم بين للنبي صلى الله عليه وسلم شأن الدجال